لما عملت لك حلقة يا معلم من يومين كده وقبل مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية وقبل مواجهة أوراوا الياباني وليون المكسيكي، وقلت لك تعالى كده يا معلم نتوقع مع بعض، وقبل مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي قلت لك يا معلم تعالى نتوقع مع بعض كده ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي، والتوقع بقى هنشوف الدنيا هتمشي معانا ولا توقعك هو اللي هيمشي معاك. ناس كتير قالوا لي ليون اللي هيصعد على اوراوا والاتحاد هيصعد على الاهلي علشان الاتحاد كسب اوكلاند سيتي، ولكن بقى انا قلت لك توقع تاني خالص وبالفم المليان، وقلت لك يا معلم هم 4 فرق اللي هيبقوا موجودين في سيمي فاينال كاس العالم للانديه. تعالى نتكلم كده الاتحاد واوكلاند سيتي، وقدر يتألق وقدر يفوز باكتساح على اوكلاند سيتي الفريق الضعيف المتواضع جدا، علشان الاتحاد يضرب موعد قوي امام الاهلي المصري علشان نشوف بقى مواجهه قويه جدا. قدرت ان انا ابص على المواجهه دي، وفريق الاتحاد اللي قدر قبل كاس العالم بيخسر من ضمك 3-1 في مباراه كانت مثيره جدا، والاهلي اللي بيتعادل امام شباب بلوزداد على ارضه وسط جمهوره في دوري ابطال افريقيا بنتيجه 0-0. ولكن بقى لما تيجي تبص على الحاله المزاجيه ما بين الفريقين او اللاعبين هتلاقي يا معلم طبعا عندنا بنزيما، عندنا كانتي، عندنا فابينيو، عندنا طبعا رومارينهو، عندنا حجازي، وعندهم كتير جدا بالنسبه لفريق الاتحاد السعودي. الاهلي برضو عنده لعيبه كبيره جدا، الاهلي هو بطل افريقيا، الاهلي اللي هو دايما متواجد في كاس العالم للانديه، واللي لعيبته دايما بتحب تلعب البطوله دي. عندك حسين الشحات اللي تألق، كهربا اللي تألق، امام عاشور اللي بيلعب كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه مع الاهلي، وعندك محمد هاني اللي دايما بيكون موجود في كاس العالم علشان بيتألق وبس، وموعد مع المونديالي محمد هاني. ولكن يا معلم بقى جيت ابص على حته مهمه جدا، ايجابيه وسلبيه، ايجابيه عند الاهلي وسلبيه عند جمهور الاتحاد، اللي فريق الاتحاد او جمهوره بالاخص كان دايما بيقعد يتريق وان دايما الاتحاد هيكسب الاهلي وبسهوله وبسكور. ولكن قلت لك ايه بقى؟ قلت لك ان دايما الاهلي طول تاريخه لما بيوصل او لما بيتحط في تحدي قوي ولما بيكون في تريقه عليه وان المباراه اللي جايه هتكون سهله، اعرف ان المباراه مش هتكون سهله وان الرد هيكون في الملعب، علشان الاهلي هو نادي كبير، الكبير اللي تاريخه كبير من 1907. النادي الاهلي اللي بينافس ريال مدريد وابطال اوروبا على مين الاكثر حصولا على البطولات القاريه. النادي الاهلي وريال مدريد ومنافسه شرسه جدا على مين الفريق الاكثر حصولا في البطولات القاريه. فالنادي الاهلي تاريخ كبير جدا، والكره المصريه تاريخ كبير جدا، والتاريخ هو اللي بيتكلم مش اللسان والعجرفه الفاضيه والكلام الفارغ هو اللي بيتكلم، علشان الاهلي ولاعيبه الاهلي بتنزل وتدي درس لنجوم الاتحاد السعودي اللي اشتروهم بملايين من اوروبا زي بنزيما وزي كانتي وزي فابينيو، وبنشوف تألق طبعا من رومارينهو وجوتا بعد كده وحمد الله، ولكن كل دول ما قدروش يسدوا قدام السد العالي الشناوي، مع تألق كبير من منعم وياسر وهاني ومعلول، كوكا ومروان، امام، كهربا، حسين، بيرسي تاو، ونجوم كتير جدا قدروا ان هم فعلا يقولوا احنا قد تيشيرت النادي الاهلي، علشان لعيبه الاهلي تفوز بال3 على الاتحاد السعودي ويكرروا كارثه الهلال السعودي اللي كان قبلها برضو نفس الكلام بالهزار والتريقه على الاهلي. ولكن الاهلي بيسكت ويرد في الملعب بال4 علشان كان ناقص جون ويراضي الطرفين ويقول لهم انت خدت 4 وانت خدت 4. فريق اوراوا وفريق ليون المكسيكي الناحيه الثانيه انا توقعت لك ان فريق ليون هيخسر وان اوراوا الياباني هيقدر ينتصر وان الكره اليابانيه هتقدر تنتصر على المكسيكيه. طب انت قلت ليه الكلام ده؟ هل انت بتتابع الكره اليابانيه والدوري الياباني والمكسيكي ولا هو اي كلام والتوقع مش معاك؟ لا يا سيدي انا مش متابع، ولكن يا سيدي اتفرجت على ملخص اخر مباراتين لكل فريق علشان اقدر اقول لك التوقع اللي من وجهه نظري اللي شفته للفرقتين. لقيت ان فريق اوراوا عنده الجبهه او عنده الحته الهجوميه كويسه مع نص الملعب والاستحواذ والاسبريس في كل مكان في الملعب برضه بيقدروا يعملوها، وعندهم سرعات كويسه جدا وعندهم خط هجومي بيقدروا يستغلوا انصاف الفرص. فقدرت ان انا اقول فريق اوراوا الياباني هيقدر ينتصر على ليون، وبالفعل فريق اوراوا بيقدر يكسب 1-0 علشان يكون في مواجهه شرسه امام مانشستر سيتي في سيمي فاينال كاس العالم للانديه. اما الناحيه الثانيه الاهلي امام فريق مارسيلو
نقدر نقول فريق فلومينسي البرازيلي. ولكن بقى مش عاوزين نتوقع دلوقتي يا معلم ونسكت شويه كده ونسيب توقعنا بالنسبه لفاينل او مين اللي هيكون في الفاينل كاس العالم لبكره وحلقه بكره، فاستنوها. وكفايه عظمه قوي لحد كده، استنوا ان شاء الله عظمه مستمره مع النادي الاهلي، وندرس كده مواجهه الاهلي وفلومينسي ونشوف ايه اللي هيحصل. ولكن تمنياتي حتى الان الاهلي ان شاء الله، اما توقعي بكره هتعرفوا في حلقه بكره ان شاء الله. كفايه عظمه لحد كده، سلام.